وصلنا النهارده الجهاز اللي انا كنت مستنيه واللي يعتبر اخر اصدارات الهاند هيلد بي سيز الموجوده. خلينا قبل اي حاجه نفتح البوكس ونشوف ايه اللي جواه. والنسخه دي اعلى نسخه موجوده، اللي بتيجي بانتل كور الترا 7 وكمان بتيجي ب 1 تيرا بايت اس اس دي. طبعا دي المانيوالز واليوزر جايد، وده الجهاز نفسه. وهنا بيجي الكتيب بتاع اليوزر جايد، والاي سي ادابتور بتاعه بيجي بقطعتين للاسف. ده يمكن اول هاند هيلد نعمل له ريفيو ويجي بالحجم ده، بس الادابتور ده 65 واط زي اي هاند هيلد تاني. الام اس اي كلو يعتبر اول هاند هيلد تنتجه شركه ام اس اي، وام اس اي تعتبر شركه كبيره جدا وليها خبره كبيره قوي في مجال الجيمنج والبي سيز بالذات. وام اس اي لما قررت ان هي تعمل هاند هيلد بي سي عملته ببروسيسور انتل، وده يعتبر اول جهاز هاند هيلد بي سي بانتل بروسيسور. معظم الاجهزه الموجوده حاليا هتلاقيها من اي ام دي، بس انتل في هاند هيلد ده شيء غريب شويه، ويمكن يكون اختيار خاطئ من شركه ام اس اي. خلينا ناجل ده للمراجعه الكامله لما انا اجرب الجهاز بشكل كبير واعمل تيست لكل حاجه فيه. لو جينا نتكلم عن الديزاين فالجهاز شكله حلو جدا وعصري. اللون الاسود بالكامل موجود، ولو انتوا لاحظتوا هتلاقوا فيه ار جي بي لايتس موجوده هنا حتى في الازرار، وده اول مره اشوف هاند هيلد موجود في الازرار بتاعته ار جي بي لايتس. وكمان شكلها حلو جدا وتقدر انت تتحكم في الاضاءه بتاعتها وكمان الموشنز بتاعتها. الجويس كونز هنا زي ما قلنا هولو فيكس، فانت مش هتلاقي اي ستيك دريفت، فدي مفيش فيها اي مشاكل. والازرار هنا الموجوده زي ما احنا شفنا قبل كده في الار او جي لاي، هنا الستارت والسلكت، وتحتهم على طول الاكشن بوتون اللي هو بيكون فيه كويك منيو اكسس، وهنا بيكون الام اس اي سنتر اللي بيكون فيه كل الكونفيجريشن وكل الجيمز بتاعتك وكمان كل السيتنجز. اما بقى لو جينا نتكلم على التراك باد، فالتراك باد احساسها مش كويس خالص. يعني التراك بادز ليها صوت كده والكليك بتاعها مش كويس، ولكن انا جربتها لقيتها استجابتها كويس، لكن الفيل بتاعها مش كويس خالص وتحس ان هو رخيص شويه. بس الجهاز مميز المره دي بسبيكرز ممتازه. الجهاز المره دي فيه هاي ريز اوديو، والهاي ريز اوديو كمان من ناهيميك ستوديوز اللي ليها علاقه بالصوتيات، وفعلا انا جربت الصوت بتاعه ولقيته ممتاز جدا. ممكن ده يعتبر افضل صوت في اي هاند هيلد موجود حاليا. الصوت كمان سراوند وكلير جدا، وكمان في بيز واضح مع ان السماعات صغيره جدا. بالنسبه للشولدرز هنا مفيش فيها اي حاجه جديده، شويه تريجرز فيها مقاومه او ريزيستنس معينه بس كويسه ومفيش فيها اي مشاكل. بس بالنسبه للار بي والال بي الفيل بتاعهم مش احسن حاجه، بس فيهم سكويز يعني تقدر تضغط عليهم للاخر وبيستجيبوا معاك. ازرار الفوليوم اب اند داون، وفي الهيدفون جاك، وهنا ترو جيمنج الشعار بتاع ام اس اي، وهنا الاي سي ادابتور اللي هو تايب سي، وكمان بيدعم طبعا ان انت تركبه على اي سكرين. وهنا الاس دي كارد، طبعا انا ما جربتش لسه الاس دي كارد، ولكن انا اتوقع ان مكانه قريب قوي من الفنتيليشن او المراوح، فممكن نقابل مشاكل زي اللي حصلت في الار او جي لاي. هنا الانديكيتور بتاع الباور، وهنا زرار الباور، وكويس جدا ان عملوه فينجر برينت سنسور عشان تقدر تدخل على الجهاز بالبصمه. من الخلف هنا في ازرار ام 1 وام 2، وكمان في انهيل كده كبير جدا عشان تسحب الهواء من بره، بس الفنتيليشن هنا كبيره جدا انا ما شفتهاش برضو في اي هاند هيلد تاني. واللوجو التنين بتاع الام اس اي والكلوز بتاعته باينه قوي فيه. والباك هنا هتلاقي فيه كيرفز كده مميزه قوي، والبامب الموجود في الشولدر عشان وانت بتمسك الجهاز. الارجونومكس بتاعته كويسه، ومسكته في الايد كمان تعتبر كويسه. طبعا لما انا اتكلمت عن الهاردوير انتوا لاحظتوا قوي ان الموضوع مشابه جدا في الموجود في الار او جي لاي، وفعلا التصميم بتاع الام اس اي كلو واخد كتير قوي من الار او جي لاي، من اول الازرار اللي فيها الاكشنز هنا، وفكره السماعات هنا، والديزاين نفسه والشيب بتاعه. بس اللي لاحظته هنا ان الام اس اي كلو فلات من الاسفل، فانت تقدر توقفه كده بدون اي ستاند، وده مش موجود في الار او جي لاي. ومن الخلف كمان فكره الام 1 والام 2 نفس الموجودين هنا، بس لو لاحظتوا كده الارجونومكس جاب شيب اعرض شويه من الموجوده في الار او جي لاي، فالارجونومكس او الماسكه بتاعه الجهاز نفسه هتكون هنا افضل شويه من الموجوده في الار او جي لاي. ولكن في فرق في الوزن، هتلاقي الام اس اي كلو اتقل شويه من الار او جي، وده حجم الجهاز بالنسبه للستيم ديك، بس انا هنا مركب الكيل سويتش فممكن يبان ان هو كبير شويه، وده الفرق ما بينه وما بين الليجن جو. طبعا الليجن جو اكبر بكتير، هنا 8.8 انش الشاشه وهنا 7 انش فقط. طيب دلوقتي احنا عارفين ان كل شركه من الشركات بتنزل ليها اللي هو اس الخاص بيها اللي بتقدر تشغل بيه الجيمز، وكالعاده هم كلهم شبه بعض، ولكن الثيم نفسه بيختلف. يعني مثلا هنا الاكشن سنتر الموجوده فيها الباور وفيها بعض الشورت كاتس
اللي انت تقدر تستخدمها عشان تقدر تظبط المودز والتي بي وكمان تشوف المونيتور بتاع الجيمز. بس هنا في موجود الام اس اي ام سنتر اللي هو زي الموجود في الار او جي الاي والليجن جو. يعني مثلا هتلاقي في الار او جي الاي هنا موجود الارمور كريت، الديزاين بتاعه مختلف شويه في عرض الجيمز عن الموجود في الار او جي الاي، بس انا بشوف ان الام اس اي سنتر شكله احسن شويه من الموجود هنا في ار او جي الاي. هنا هتلاقي الجيمز بتاعتك، ولما تطلع فوق هنا هتلاقي المنصات كلها اللي تقدر تعمل لها داونلود وتنزل من عليها الجيمز بتاعتك. وهنا اليوزر سيناريو اللي بتقدر تظبط فيه السيناريو بتاع البرفورمانس بتاع الجهاز نفسه. والجديد هنا ان في اي اي انجن اللي هو بيدرس السلوك بتاعك وبيدرس اداء المستخدم نفسه، فبالتالي بيحط لك التي دي بي المظبوط وكمان الواتج المظبوط بالنسبه للجيم او البرفورمانس اللي انت محتاجه، وكمان الاكستريم بروسيسور وتقدر تظبط فيه زي ما انت عايز، والبالانس مود والسوبر باتري مود اللي لما تفعله بيفصل لك كل الار جي بي لايتس الموجوده في الجهاز. والمانيوال مود هنا هو اللي انت هتستخدمه لو عايز تاخد اقصى اداء. زي ما انتم شايفين كده على الدي سي هتلاقي الواتج يوصل ل 35 وعلى الاي سي بيوصل ل 40، وكمان تقدر تغير ما بينهم زي ما انت عايز. والكنترول مود هنا بتقدر تظبط فيه الجيم باد مود اللي بتقدر تستخدم فيه الجيم باد، او الديسك توب مود عشان تستخدم الماوس والكيبورد. وهنا البلوتوث والواي فاي والسيتنجز هنا لما تدخلها هتلاقي ان انت تقدر تغير في الار جي بي لايتس زي ما انت عايز. وهنا النايمك ان انت تقدر تظبط فيه الصوت بتاع الجهاز بتاعك لو انت عايز تظبطه على اي مود من المودز دول. والسماعات كمان فيها نويز كانسليشن، وفي لايف ابديتس هنا اللي بتقدر تعمل منها سكان، وبيعمل لك سكان على الويندوز ابديتس وكمان البايس ابديتس الموجوده في الجهاز نفسه. وانا طبعا عملت كل الابديتس دي قبل ما اعمل اي حاجه. وكمان هنا السيرفيس اللي انت تقدر توصل للسبورت فيها وتفتح تيكتس معاهم. فالام اس اي سنتر سهل جدا وواضح، وفي كمان اوبشنز جديده. استجابه الجهاز كمان لفتح وقفل الام اس اي سنتر ممتازه جدا زي ما انتم شايفين. اما لو اتكلمنا عن المواصفات والسبيكس الموجوده في الجهاز، النسخه اللي معانا دي هي اعلى نسخه موجوده، وبتيجي بانتل كور الترا 7، وبيجي فيه طبعا ويندوز هوم 11، والشاشه بتاعته 7 انش 1080 بي، وبتدعم 120 هرتز، والبرايتنس بتاعها بيوصل ل 500 نت، ومن نوع الاي بي اس ليفل بانل. والجهاز ده بيجي بتكنولوجيا اسمها الهايبر فلو اللي فيه سيستم عباره عن مروحتين، واللي بيساعد بتقليل البروده بشكل كبير جدا. ده طبعا زي ما بتقولوا ام اس اي. وطبعا بيجي بثاندر بولت 4 اللي بتقدر تنقل منه بسرعه كبيره وبتوصله على الشاشه. والرامات اللي بتيجي فيه 16 جيجا بايت. والجهاز ده بيدعم الواي فاي 7، ففكره ان انت يكون عندك واي فاي 7 في هاند هيلد بي سي دي حاجه ممتازه جدا. ولكن يمكن معظم الراوترز الموجوده عندنا دلوقتي ما بتدعمش الواي فاي 7، ولكن الواي فاي 7 بيقدم سرعات كبيره جدا، ودي حاجه كويسه ان ام اس اي عملت حاجه زي كده في الجهاز ده. بالنسبه للبطاريه هنا 53 واط مقارنه ب 50 واط في الار او جي لاي، وده معناها ان البطاريه هتكون احسن بكتير، ولكن ده هنأجله شويه لغايه ما اعمل ريفيو كامل للاداء بتاع البطاريه. الجهاز ده جالي من امريكا، طلبته من على الويب سايت اسمه نيو ايج، ونيو ايج ما بيوصلش الا في امريكا نفسها، بس انا لقيت فوروردر يقدر يبعت لي الجهاز. والشحن نفسه في امريكا ما كملش 4 ايام والجهاز كان واصل للعنوان بتاعي هناك، والفوروردر نفسه اخد تقريبا شهر عشان يقدر ان هو يوصله لي لغايه هنا. ودي طبعا مشكله بنقابلها في الريتيل بتاع كل اجهزه الهاند هيلد. والجهاز بينزل ب3 نسخ، اقل نسخه موجوده سعرها $700، ودي بتيجي بكور الترا 5، وبتيجي كمان ب 512 اس اس دي. طبعا الانتل الترا 5 هيكون اداؤه اقل من الالترا 7 بكتير. وفي نسخه ثانيه الكور الترا 7 بتيجي ب $750. والنسخه اللي معانا النهارده الهاي اند اللي هي كور الترا 7 ال1 تيرا بايت اس اس دي اللي سعرها $800. يمكن سعر الجهاز مبالغ فيه شويه، بالاخص كمان ان في ريفيوز كتير اتعملت عليه واتقال ان هو البرفورمانس بتاعه مش احسن حاجه، وده اللي انا توقعته من انتل بروسيسور موجود في الجهاز. ولكن دي حاجه طبعا احنا عارفين ان هي ممكن تتغير فجاه، لان ممكن شركه انتل تنزل بايوس ابديتس مع البرفورمانس اللي ممكن يوصل بيه الجهاز، والاداء ممكن يتحسن بشكل كبير مع الابديتس والابجريدز اللي هتنزل. بس لحد دلوقتي انا لما جربت الجهاز كان البرفورمانس ضعيف قوي. اقل واتج موجود هنا 15 واط، واعلى واتج ممكن توصل له 40 واط لو انت طبعا موصل له الشاحن. وخلي بالكم فكره 40 واط دي مش موجوده في معظم الهاند هيلد. كل الهاند هيلز الموجوده سواء الليجن جو او الار او جي لاي اخرهم 30 واط. فممكن ام اس اي لما تنزل ابديتس تحاول ان هي تستغل النقطه دي الموجوده في الاي بي يو بتاعها وتحسن من اداء الجيمز. طبعا دي مراجعه مش كامله للجهاز نفسه، ولكن انا حبيت ان انا اعمل معاكم انبوكسنج واشير معاكم الفيرست انسايتس او الانطباع الاولي بالنسبه لي على الجهاز نفسه. خلينا نعرف في الكومنتس ايه رايكم في الجهاز، وهل انتم شايفين ان ام اس اي تقدر تنافس الاجهزه الموجوده حاليا؟ ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده.
شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.